السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى اول فيديو ليا معاكم كده بعد شهر رمضان. خلاص بقى خلص بسرعة جدا. كل سنة وانتم طيبين. عملنا كده مكرونة بالبشاميل. انا عملتها بالفراخ او مكرونة نجريسكو، ما عملتهاش باللحمة. ما حطيتش فيها، ما كانش عندي جبنة موتزاريلا. بصوا الوش ما شاء الله اللهم بارك عامل ازاي. لو احنا ما عندناش جبنة موتزاريلا مش لازم نكلف نفسنا خالص. تعالوا نشوف برضو الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا. طبعا الكمية اللي احنا عايزينها في المكرونة، اللي انت عايزة تعملي صينية كبيرة صينية صغيرة. انا معايا كده كيسين مكرونة اللي هي 400 جرام. اي نوع بقى انت بتستعمليه ومتعودة عليه. المية معانا بقى كده غليت. نزلت بيها في المكرونة بتاعتنا. هسيبها بقى ايه تتسلق كده شوية مع بعض. الحلة التانية دي هنعمل فيها بقى صوص البشاميل. انا ممكن اعمل البشاميل ده، ممكن اعمل كمية كبيرة واشيله في الفريزر، مش بيجراله اي حاجة، ولما باجي استعمله بطلعه يفك شوية. معايا كده 5 أو 6 معالق دقيق. اي مادة دهنية عندك، عايزة تعملي بسمنة على زيت، عايزة تعملي بزبدة، عايزة نعمل بسمنة، بس المادة الدهنية المتاحة عندك نعمل بيها والمتوفرة عندنا. اقلب بقى كده الدقيق مع بعض. والمكرونة بتاعتنا شغالة اهي. انا مش عايزة الدقيق يعمل كتل معايا، طبعا بقلبه كده بسرعة. صوص البشاميل في ناس كتيرة مش بتعرف تعمله، بس هو سهل جدا وبسيط. ممكن نجربه في معلقتين او 3 معالق دقيق، مش لازم نعمل كمية كبيرة. انا الدقيق بتاعي، انا كنت عامله كميه البشاميل كتير عشان عندي الاولاد بيحبوا البشاميل كتير في المكرونه. ممكن برضو لو فاض معايا بشاميل بشيله في الفريزر، مش بيجراله اي حاجه. بصوا بقى بقلب المكرونه كده عشان ما تلزقش في بعضها. ما تنسنيش بقى في اللايك والشير، ولو اول مره تشوف القناه اشترك فيها عشان يوصلك كل جديد انا بعمله، عشان عيلتي تكبر بيكو. نزلت بقى كده بكيلو لبن. وكان عندي كوبايتين شوربة، زودت برضو شوربة، مش لازم برضو نعمل كله بلبن صافي. لو عندنا شوربة بيبقى طعمها حلو جدا. بصوا بقى المكرونة بتاعتنا خلاص هي قربت تستوي. انا برضو متابعاها. هقلب بقى كده البشاميل بتاعنا كده بالراحة خالص. انا عاملة كمية البشاميل كتير عشان انا قلتلكوا ان ممكن نشيلها في الفريزر، وممكن برضو نعمل بيها كلها حسب برضو المقدرة عندك، وحسب انتي بتحبي البشاميل كتير في المكرونة او قليل. هنزل بقى بالتوابل كده بقى، الملح والبهارات بتاعتنا. انا ما كانش عندي جبنه موتزاريلا ولا اي نوع جبنه خالص، وبص ما شاء الله اللهم بارك الوش كان حلو قوي ازاي. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده، ان لو احنا مش عندنا حاجه يعني الجبنه الموتزاريلا مش لازم خالص. بصوا بقى ما شاء الله البشاميل بتاعنا استوى بقى حلو ازاي. هنزل كده بقى ب3 4 معالق سمنه. هخليهم بس يسخنوا شويه، وهنزل بقى كده بالفراخ بتاعتنا او الشاورما او البانيه اللي مقطعينه. هديله بقى كده صدمه. جربوها يا بنات هتعجبكم جدا، المكرونه طعمها حلو قوي وسهله، واكله برضو سريعه، وتغيير برضو عن المكرونه باللحمه. اسفه جدا لو انا عندي برد وصوتي كده. بصوا بقى البشاميل بتاعنا تقيل ازاي. انا لسه مولعه عليه النار، بس انا موطيه خالص. هقلب بقى. انا بحب اعمل الشاورما دي. بحب اعملها في يعني صينيه او طاسه مثلا كبيره، مش بحب اعملها في حله. برضو عشان تبقى واضحه معاكم في الصوره. هقلب بقى كده تقليبه حلوه شويه. متنسونيش بقى في اللايك ومشاهدة الفيديو للآخر.
هقلب بقى كده. بصوا هي اتشربت بقى المادة الدهنية اللي فيها، بس هي لسه هتنزل برضو المية بتاعتها. برضو انا هوريكم متابعلكم الفيديو اهو. هي والله كانت متقطعة قطع صغيرة، بس هي الكاميرا اللي جايباها كبيرة مش عارفة ليه. هقلب بقى كده تقلبتين فيها. البشاميل بتاعنا جاهز اهو. بصوا بقى هي بتنزل بقى السوائل بتاعتها. انا موطية عليها النار خالص. برضو كل ما بتنزل السوائل بتاعتها انا بقلبها، برضو بتتشرب برضو منها تاني. انا مش هنزل بقى بالبصل بتاعنا دلوقتي خالص. هقلب بقى كده برضو لغاية ما البانيه بتاعنا او الشاورما بتاعتنا تستوي. هحط عليها ايه بقى؟ ربع معلقة كاري، بيديها طعم حلو قوي ولون ونكهة. الكاري مع الفراخ بيدي طعم جميل جدا. بصوا اللون اختلف معانا خالص ازاي. هنعمل مع بعض برضو شاورمة الفراخ. هنعملها بقى سندوتشات كده بالعيش السوري او بالكريب. ان شاء الله برضو هتعجبكم جدا. هقلب بقى كده فيها شوية. انا بفصل الفيديو برجعه تاني معاكم عشان برضو ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا كده بقى هي يعني نزلت المادة الدهنية بتاعتها بقى كلها، او السوائل اللي هي بتنزلها. نزلت كده بثلاث بصلات كبار انا مقطعاهم. اقلب بقى فيهم كده. بصوا الصينية بتاعتنا لما بتكون كبيرة بنعرف نتحكم ان احنا نقلب كويس فيها. خليها بس تدي لون معانا كده، يبقى كده خلاص الشاورما بتاعتنا جاهزة. انا لسه ما حطيتش ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجة، غير بس الكاري اللي احنا حطيناه مع بعض. نص معلقة الكاري. معايا كده يعني زي معلقة كبيرة كده صوص الباربيكيو. وهحط برضو معلقة تاني صويا صوص. ادى طعم حلو قوي قوي للشاورما. بيعلي التست معانا كده والنكهة. هقلب بقى كل ده مع بعضيه كده. طبعا انا بقلب بمعلقة صغيرة ان انا مش بعرف امسك المعلقة الكبيرة. فطبعا المتاح عندك بتقلبي بيه، انت بتحبي تمسكي المعلقة الكبيرة المعلقة الصغيرة. بس والله هي ما اتحرقتش مني خالص، هي بس عاملة يعني الصينية عملت زي القعر ده كده، بس هي مش محروقة خالص. يعني هي لو كانت محروقة او كده كنت انا طفيت عليها، بس هي لا لسه. انا ايدي فيها على طول اهو. بس هو ممكن يكون بقى من الصوص اللي احنا حطيناه هو اللي عمل كده. اسفة جدا. معايا بقى انا فلفل الوان. الفلفل ده يا بنات لو احنا عندنا فلفل في التلاجة وحاسين ان هو هيبوظ، انا شلته في الفريزر ما جرالوش اي حاجة، وطلعته قطعت منه هستعمله معاكم دلوقتي برضو. فلفل الوان الفلفل الاخضر شلته في الفريزر ما جراش ليه اي حاجة خالص، وكان طعمه حلو جدا اكنه صابح وفريش.
او الفلفل اهو، انا قطعته بعد ما طلعته من الفريزر على طول. ما تنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها. وشكرا جدا 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 اللي بيدخلوا يعني يشكروني على الاكل اللي انا بعمله، متشكرة ليهم جدا. والاصدقاء الجدد معانا في القناة منوريني معايا كده. بقى البشاميل بتاعنا، بصوا انا بحب صوص البشاميل اللي يكون ان هو مش تقيل ولا خفيف، يكون متوسط كده. هنزل بقى كده حبة كده في الصينية من تحت، وبعد كده هنحط بقى المكرونة بتاعتنا. هنزل بقى بكمية المكرونة كده اللي عندنا كده. خلاص البشاميل انا مش هحط بقى بشاميل تاني تحت. هنزل بقى بنص الكمية بتاعة المكرونة بتاعتنا، وبعد كده هنزل بشاورمة الفراخ، او بقى باللحمة، او ممكن نعملها بالجمبري. ان شاء الله مطلوبة مني بالجمبري جدا، فانا هعملها برضو معاكم. احط بس كده حبة بشاميل كده بصوت خالص. اسفة جدا على صوت الكلب ده. هنزل بقى، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بصوا شكلها حلو اوي. الفلفل الالوان ادى شكل جميل معانا. الكمية بتاعتي ما كانتش كبيرة خالص الفراخ، يعني ممكن كان عندي قطعتين صدور كده من الفراخ انا عملتهم. هنزل بقى بقية المكرونة طبعا، وهقفل الصينية بقى من فوق بالبشاميل واحطها في الفرن. بص انا ما حطيتش جبنة موتزاريلا خالص. بس بقى هنزل بقى بالبشاميل بتاعنا بقى كده. بس بقى بغطي بقى المكرونة كلها كده بصوص البشاميل اللي معانا. بس بحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. بس خلاص بقى، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.